السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. معانا ان شاء الله وصفة جميلة جدا. هنعمل النهاردة طاسة كبدة والسجق خطيرة يا جماعة، كل الشعب بيحبها على ما اظن. نزلنا كده في طاسة على النار بشوية زيت او زي ما تحبوا، اي مادة دهنية تحبوها، بس هو الافضل بنعملها بزيت. نزلنا بشوية زيت حلوين كده، ومعانا طبعا شوية توم يعني مهروسين حلوة قوي زي ما انتم شايفين كده، في حدود معلقة كبيرة او معلقة ونص من اللي هم الهرميين. حمرناهم وشوحناهم كده الاول. طبعا احنا معانا نص سجق ونص كبده. السجق انا باخده سلقه على النار لان السجق بلدي، فبحب كل الدهون اللي فيه تنزل. وبعد ما باخده سلقه على النار كده ياخد غلوتين، اقوم غسلاه بميه ساقعه واقطعه مكعبات، بيفضل ماسك نفسه وعمره ما بيتهري ابدا. والكبده طبعا انا بقى من انصار ان انا بحب اغسل الكبده يا جماعه، وبعد كده بحطها في ليمون، بعصر عليها ليمون واسيبها تتصفى، وبعد كده بشتغل بيها. طبعا كده اول ما التومه ابتدت تخش على صفار وتبقى ذهبي، هننزل بايه يا حبايب قلبي؟ هننزل بالكبده. بصوا انا حطاها في ايه، في مصفى بلاستيك عشان تتصفى بقى من اي ميه فيها، بعد ما عصرت عليها ليمون وغسلتها بالدقيق وكده. هناخد الكبده في الاول تشويحه كده مع التوم اللي احنا حمرناه في الزيت لحد ما كده الكبده تبتدي تشد كده مع نفسها. بصوا بالنظام دي كبده بلدي مش متلجه، والسجق برضو بلدي، بس السجق انا على طول بعمله كده يا جماعه من زمن. لازم اخده سلقه على النار، وبعد ما اخده سلقه على النار ياخد كام سلقه كده، وهو اصلا بيبقى متبل وكل حاجه فيه. يعني صراحه سجق خطير، بجيبه من الجزار. وبعد كده بغسله بميه ساقعه يهدى، وبعد كده اقطعه بقى مكعبات، وهتشوفوه دلوقتي كانت الكبده ابتدت تشد مع نفسها زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا مش مقطعه صغيره، انا الجزار مداني قطعه واحده، وانا بحب اقطعها مكعبات كبيره كده كتغيير يعني. ده مقدار نص كبده ومقدار نص سجق. بصوا بقى السجق عامل ازاي، ما شاء الله اللهم بارك، ماسك نفسه وعمره نضيف جدا، وكل الدهون اللي فيه بتنزل في السليق اللي انا بعمله ده يا جماعه. نزلنا بيه بعد كده على الكبده زي ما انتم شايفين، برضو هناخده تشويحه حلوه كده مع الكبده برضو، لان هو يعتبر مستوي يعني نص سوا. معانا هنا قرنين فلفل رومي، على قرنين فلفل احمر حامي، وقرن فلفل اخضر. وطبعا انتوا ورغبتكم بقى، عاوزين تحطوا حامي عاوزين تحطوا بارد اللي يريحكم. انا حطيت قرنين رومي على قرنين احمر حامي على قرن اخضر برضو حامي. تمام. عملت تشكيله وميكس حلو كده. توابلنا هتبقى عباره عن ايه؟ معلقه كزبره، بصل بودر، توم بودر، ملح، فلفل اسمر. تمام. عاوزين تزودوا كمون براحتكم، بس انا ما بحطش صراحه كمون يعني. يبقى معلقه بصل بودر، معلقه توم بودر، ملح، معلقه فلفل اسمر، معلقه كزبره ناشفه. تمام. وبنقلب بقى ونبتدي نشوح. بصوا بقى اللهم بارك، شكل الطاسه اصلا يفتح النفس، ما شاء الله. كانت اكله جميله وطعمها رائع. طبعا بعد ما نشوحها شويه كده، بنبتدي نجيب في حدود نص كوبايه ميه عشان خاطر نعمل لها صوص كده حلو. والكبده اصلا ما شاء الله عشان صغيره ما خدتش تشويحه معانا والله يا جماعه، يعني كانت ما شاء الله دخلت في سوا على طول. والكبده ملهاش انها تقعد على النار، يعني الكبده مسافه ما تستوي خلاص بنقفل، ما بنتنيناش نسيبها على النار لانها ممكن تشد بعد كده. وده من اخطار الكبده، ان احنا لو هي كبده صغيره واستوت معانا على طول خلاص بنقفل عليها. تمام. احنا كده قلبناها تقليبه حلوه مع التوابل مع كل حاجه، طريقه سهله جدا ما فيهاش اي مشاكل. هينزل كده بشويه ميه على حسب بقى ما انتوا عاوزين. عاوزينها ناشفه ما فيهاش صوص خلاص براحتكم ما تنزلوش، بس شويه الميه دول بيساعدوا على سوا الكبده. تمام. والسجق كده كده احنا يعتبر مستوي معانا. بنظبط الحدق بقى بتاعنا، ويا دوب بقى هتاخد غلوتين كده وخلاص هنقفل عليها، بيبقى كده استوت. وقدمنا معاه عيش بلدي وشويه بطاطس محمره، وكانت اكله جميله، او شويه مكرونه على حسب. بنسيبها بقى يكمل سواها. وبألف هنا وشوفة يا رب. لو وصفتي دي عجبتكم ما تنسوش بقى تدعموني باشتراك وشير ولايك للقناه لو الوصفه عجبتكم. انا كده بقولكوا خلاص هي بقت كده تمام استوت، ما خدتش سوا معانا. اكله لذيذه وخفيفه، وكان معاها العيش البلدي، وطبعا كنت بحمر بطاطس. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.